ماشي. طيب صلاح وساديو ماني، الموضوع ده كان طلع ترند كده السنه اللي فاتت وفي ناس قعدت تتكلم عليه كتير، والهري فيه كتر. صلاح ما بيباصيش لماني، ماني مش بيباصي لصلاح، الاثنين انانيين، لا ماني اكتر، لا صلاح بيغير، لا ماني بيغير، فالكلام كتر قوي. فبصراحه الموضوع بقى مستفز قوي كمان بعد ماتش النهارده، والهري هيبقى فيه كتير، فتعالى اجيب لكم الخلاصه. من البدايه كده تعالى اقول لكم حكايه ساديو ماني. ساديو ماني كان هداف ساوثهامبتون في موسم 2015 2016، الراجل جاب 15 جون وعمل 8 اسيست في موسم استثنائي، وراح بعديه لليفربول. الراجل رايح هداف ساوثهامبتون والعين عليه. الراجل راح ليفربول في الموسم اول موسم ليه في 2016 2017، جاب 13 جون وكان هو هداف الفرقه مع كوتينيو. جميل لما لعيب بيروح الفرقه اول سيزون ويكون هو الهداف وهو اللي عليه العين. طبعا ليفربول ما كانش لسه بنفس القوه اللي هو عليها دلوقتي او اللي هو عليها السنه قبل اللي فاتت اللي وصلوا فيها نهائي تشامبيونز ليج، لكن كان المشروع ابتدى ملامحه تبان ان هم بقت فرقه قويه، والفرقه ديت هيكون منها ان شاء الله تحقيق لامال واحلام وطموحات جماهير ليفربول. فمين هداف الفرقه؟ ساديو ماني مع كوتينيو النجم طبعا الكبير ساعتها قبل ما يتنقل ويروح برشلونه. بعد كده اهوت الموسم اللي وراه ليفربول قرر ان هو يشتري محمد صلاح. محمد صلاح دخل الدوري الانجليزي تاني بعد ما كان في تشيلسي، فما كانتش التوقعات قوي بالنسبه لصلاح كبيره. هو عامل طبعا شغل هايل في ايطاليا، لكن في انجلترا صلاح ما كانش على المستوى ولا الاسم اللي هو عليه محمد صلاح او حتى اللي محققه ساديو ماني في اخر سنتين. دخل صلاح الموسم اول موسم لمحمد صلاح 44 جون 16 اسيست، احسن لعيب في افريقيا، نهائي تشامبيونز ليج وهو اللي موصل ليفربول لنهائي تشامبيونز ليج بالاهداف بتاعته والاسيست بتاعته والشغل اللي عمله صلاح. ليفربول بقى ليه شكل هجومي ما كانش موجود في السنين اللي فاتت. صلاح وصل لخد ثالث احسن لعيب في العالم. ثالث احسن لعيب في العالم يا جماعه، انتوا يعني متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ فطبيعي طبيعي طبيعي بقى في واحد واخد كل الكريدت ده. انا نسيت اهم حاجه يا جماعه معلش، احسن لعيب في انجلترا، احسن لعيب في الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي، هداف الدوري الانجليزي. ففجأة بقى كل حاجة صلاح 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 صلاح، صور واخبار واعلانات وعقود وكل حاجة في الدنيا بتتكلم عن محمد صلاح، اخلاق محمد صلاح، صلاح راح صلاح جه صلاح عمل صلاح، كل حاجة بقت محمد صلاح. مفيش مجلة في انجلترا، مفيش جريدة في انجلترا الا وعليها البوستر والكفر محمد صلاح. جميل. في نفس الموسم ساديو ماني عمل موسم كويس، بس جاب 20 جون، نص جوان صلاح، وجاب 9 اسيست اللي هو تقريبا نص اللي عمله صلاح. صلاح كان جاب 16 اسيست. جميل جميل. مشي كوتينيو زي ما قلت، ومين قرر في بدايه الموسم دوت ياخد رقم 10 في بدايه الموسم اللي فات؟ ساديو ماني. دايما معروف ان اللي بياخد رقم 10 هو اللعيب اللي بيبقى دايما عايز عليه العين، او هو دايما احرف لعيب في الفرقه او احسن لعيب في الفرقه او اللعيب النجم، هو اللي بيدور دايما على رقم 10. وطبعا على مر التاريخ اللي بيلبس رقم 10 دولت الاساطير يعني. فمع بدايه الموسم الجديد ساديو ماني خد رقم 10. ما بقولش ان ديت انانيه منه، لكن هو دايما بيحاول يحط نفسه في الحته دي، والراجل لعيب محدش يختلف عليه. انا مش بتكلم على ساديو ماني كلعيب، لكن انا بتكلم في الحته اللي هي بتاعه الغيره والنفسنه والكلام ده كله، ديت الحته اللي تهمني في الحلقه يعني. ساديو ماني خد رقم 10، ابتدوا الموسم اللي فات موسم هايل للاثنين لعيبه، الاثنين قريبين جدا من بعض في السيزون. صلاح 27 جون في السيزون، ساديو ماني 26 جون بما فيهم الشامبيونز ليج، يعني الاثنين طبعا هدافين الدوري الانجليزي 22 جون. صلاح جاب 5 في الشامبيونز ليج، ساديو ماني جاب 4. وفي الاسيست صلاح جاب 13 اسيست طول السيزون، وساديو ماني جاب كام اسيست؟ 5 اسيست. طب هل بالارقام كده هل ده معناه ان صلاح مش بيعمل اسيست للناس، مش بيباصي للناس؟ لا، صلاح بيباصي. صلاح بيباصي وبيعمل اسيست. النهارده كان اناني، النهارده كان اناني وهنتكلم في الجزئيه ديت. لكن صلاح في العادي لا بيعمل اسيست. وبص على نص تقريبا عدد اجوان صلاح هتلاقي قدامها اسيست. اول موسم 44 جون كان قدامها حوالي 16 اسيست، ثاني موسم بنتكلم فيه 27 جون قدامهم 13 اسيست. فلا، صلاح مش اناني. سبب المشكله بقى ايه؟ سبب المشكله ان دايما كلوب بيسيب صلاح في الملعب، مش بيخرجه. ليه؟ وجود صلاح في الملعب هو عبء على اي فرقه. صلاح بيتبني عليه خطه. صلاح هو احسن لعيب في ليفربول، وافقنا او ما وافقناش هو احسن لعيب في ليفربول. فدايما دايما دايما كلوب بيسيب صلاح في الملعب، حتى لو صلاح وحش
وبيخرج اي لعيبه ثانيه حواليه، يطلع فيرمينيو ويطلع ساديو ماني، بس هيحاول دايما ان هو يسيب صلاح، لان صلاح اللعيب الغير متوقع الوحيد في ليفربول. ما تعرفش هيحطها بشماله ولا بيمينه، في الضيقه ولا في البعيده، بسرعته يمين وشمال. صلاح دايما 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 ما حدش بيقدر يتوقع غير ان هو تقيل. صلاح تقيل قوي في الملعب، واللعيبه بتعمل له حساب، والفرق بتعمل له حساب، والمدربين بيعملوا له حساب. فكلوب دايما مش بيخرجه، دايما يخرج مين؟ ساديو ماني. فالشغل اللي عمله ساديو ماني النهارده دوت، كل الهدف منه ايه؟ اهو ما بيباصليش كوره، والثانيه كان ممكن يباصيلي ما بيباصليش، وصلاح فعلا غلطان. الاثنين كان ينفع يباصيهم لساديو ماني، بس حته صلاح ان انا عايز اجيب جون والماتش سهل وكسبانين 3، ولا كان ساعتها كان في كوره بدل وكسبانين 2، لا صلاح باصي يعني مفيش مشكله ان انت تباصي لزمايلك ويجيبوا جوان، وهديلك اللي بعديها تجيب جون. بس غيره صلاح برده كلاعب انا ممكن احسها عشان فروت شويه، فالفروت لازم يبقى اناني، بس انانيه صلاح لطشت منه الكورتين فكان شكلها وحش، فالتاني ما استناش عليه. ببساطه ما بين اي اتنين لعيبه ده ممكن يحصل في اوضه اللبس ما بينه وما بين الكوتش، بس هو حب النهارده ياخد اللقطه. واللقطه زي ما انا بقول لكم بالتاريخ كده، بالتاريخ هو في غيره موجوده، غير طبعا الغيره ان صلاح بقى واخد بقى الترند بقى في افريقيا، خلاص مين واخد احسن لعيب في افريقيا سنتين ورا بعض؟ صلاح. حتى السنه دي اللي هياخدها طبعا غالبا هيكون رياض محرز، لكن بشكل عام صلاح وساديو ماني بيغيروا من بعض. صلاح ما عندوش الغيره دي من ساديو ماني، لان صلاح لعيب اكبر من كده، هو عنده غيره ان انا عايز اجيب جون، عنده انانيه ان انا عايز اجيب جون، ودي ممكن تاثر على الفرقه، والمشكله دي على فكره ممكن تاثر على الفرقه لو ما اتلمتش. فلازم لازم لازم كلوب يحاول ان هو يلم الدنيا، واللعيبه حاولوا ان هم يلموا الدنيا، بس كان شكلها وحش قوي، شكلها وحش قوي قوي قوي، واللعيبه عماله تهدي في ساديو ماني، والموقف يعني مستفز، يعني عيب ان ده يحصل بالشكل دوت. عامه باختصار شديد صلاح مش بيغير من ساديو ماني، ساديو ماني ممكن يكون فيه غيره نتيجه لكل اللي انا قلته دوت، لكن في النهايه الاثنين لعيبه كبار، وبفكره ان لعيب بيغير من حد ديت او لعيب بيغير من الثاني دي مقبوله في الكوره شويه، لان كل واحد عايز يطلع الاحسن، بس المفروض ان هي يعني المدرب الشاطر بيلمها عشان تخدم مصلحه الفرقه. فيعني من الواضح كده ان المشاكل ابتدت تظهر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا متاكد ان مفيش مشكله في الدنيا هتاثر على نجم مصر وفخر مصر والعرب محمد صلاح، لان هو نجم كبير وهيفضل مكمل وكلوب بيحبه، ولو راح اي فرقه هو مكسب ليها. في النهايه ساديو ماني اللي عمله دوت عيب وشكله وحش وبيخلي شكل الفرقه كلها وحش. وانا عايز اسمع بقى منكم في الكومنتس، ده اللي يهمني بقى في الحلقه دي، احب اسمع منكم في الكومنتس انتوا شايفين الموضوع ازاي؟ شايفينه غيره؟ شايفين صلاح هو اللي بيغير؟ شايفين ساديو ماني هو اللي بيغير؟ شايفين الموضوع فرقعه اعلاميه وفاكس واي كلام؟ سيبوا لي الكلام ده في الكومنتس. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل بتاعتنا، وتتابعوا كل البرامج، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.